وقد حصل لأحد العلماء الكبار أنه كان أبوه من كبار الأغنياء في بغداد، وكان تاجرا، ومات أبوه وورثه هو بعض المال، واشتغل بالعلم وجمع الحديث حتى أصبح من كبار المحدثين، ولكنه افتقر فلم يبق له إلا دار سكناه التي يسكنها، وفيها عياله وليس لهم طعام، فخرج إلى المسجد وهو يفكر في بيع داره لنفقة أهله، فمر بأحد الصالحين فعرض عليه ذلك وقال إنه فكر في بيع داره، وأنه لا يعرف من أين يأتي هذا الأمر ولا يعرف كيف يبيعها، فجعل يحدثه حتى دخل معه إلى متجره فأعطاه خبزتين بينهما عسل وإدام، فقال أطعم هذا أهلك حتى تفكر في بيع دارك. فحمل الخبزتين على كفه وأسرع إلى بيته، وبينما هو في الطريق رأى امرأة تحمل صبيا يتيما، وهي في غاية البؤس والجوع، والصبي اليتيم ينظر إلى الخبزة في يده، فرأى نظرة الصبي الحادة إلى الخبز، فرأى أنها فرصة يمكن أن يقرض الله فيها قرضا حسنا، وأن يبادر لإعطاء ما لديه وهو لا يملك غير هذه الخبزة، فقال للمرأة أطعم الصبي هذا الطعام، فاستغربت ذلك وهي لا تعرف الرحمة في ذلك الوقت، في وقت البؤس والعسر والمجاعة. ورجع هو إلى بيته، لم يبع داره ولم يأتهم بطعام، فوجدهم في غاية الجوع، فقالوا اذهب إلى السوق لعلك تجد من يشتري منك الدار، فذهب إلى السوق فوجد صاحبه الذي أعطاه الخبزتين والعسل والإدام بينهما، فقال له يا فلان أبعت دارك؟ قال لا. قال فما هذا الذي أتى إلى بيتك؟ قال خرجت من بيتي وليس فيه شيء جديد. قال بلى، لقد جاءت عير إلى بيتك. فخرج إلى بيته مسرعا، فإذا عير كبيرة فيها من أنواع الطعام والتجارات والنقود الشيء الكثير، فسأل أصحابها هل هم ضيوف؟ ماذا يريدون هنا عند هذه الدار؟ قالوا إن أباك كان قد أقرضنا مالا